ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة سنتناول بإذن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بموضوع السوشيال ميديا وانتشاره في الساحة العالمية بين مفيد وغير مفيد، وبين مضر ونافع، بما أتاه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ولهذه البشرية من تسخيرات كثيرة تدخل في قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة، وهو فضيلة الشيخ محمد عبد الله، الداعية المعروف في الجالية الإريترية. وأرحب بكم أيضا مشاهدي الأكارم. ولا يخفى عليكم ما فعلته السوشيال ميديا في الساحة، بل تعتبر السوشيال ميديا من أقوى وسائل الإعلام التي تسببت في عمار دول أو دمار دول، وهذا لا يخفى عليكم. أنتم مشاهدي الأكارم من يستخدم هذه الوسائل قطعا، ومن لديه حسابات. منكم من يميل إلى الفيسبوك، ومنكم من يميل إلى تويتر، ومنكم من يستخدم اليوتيوب، وهكذا. فالناس تتفاوت بحسب رغباتها، ومنهم من يستخدم الجميع. هذه الوسائل التي حقيقة اليوم الحديث عنها كان لابد. ما هي أثرها في بلادنا في داخل إريتريا، أو في كل بيت إريتري مسلم وغير مسلم؟ ما مدى تأثير هذه الوسائل، وما مدى أيضا الاستفادة منها؟ سيصب الحديث إن شاء الله تعالى حول هذه النقاط، وكيف ممكن أن نستفيد وكيف ممكن أن نحذر من هذه الوسائل. أولى النقاش التي نطرحها بين يدي الشيخ حفظه الله ورعاه، لو عرف لنا بصورة مبسطة ما الذي نقصده بوسائل التواصل الاجتماعي، كما أن شريحة من الناس أيضا لا زالوا حقيقة على التلفونات العادية والتواصل العادي، وليس لهم أي ميول إلى هذه الوسائل. فلهم نعرف ما معنى وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. مرحبا بكم، بارك الله فيكم، حياكم الله. وعبد الهادي، عرف لنا يعني بصورة مبسطة ما الذي نقصده بوسائل التواصل الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة يعني يبدو لي أن العبارة هي تعرف نفسها بنفسها: وسائل التواصل الاجتماعي. هذه مجموعة من الوسائل، مجموعة من التطبيقات البرمجية التي أفرزتها لنا التقنية لأجل تقريب التواصل بين أواصر المجتمع الواحد، أو حتى أواصر المجتمعات المختلفة. المقصود بهذه الوسائل هي الوسائل المقربة للمجتمعات. إذا نظرنا قديما، إذا أردت أن تتواصل مع شخص خارج منطقتك أو خارج القطر الذي تعيش فيه،
تحتاج إما أن ترسل له رسالة مطولة وعبر البريد، وحتى تصل هذه الرسالة تأخذ لها أيام بل أحيانا إلى شهر حتى تصل، أو تضطر يعني أن تدفع مبلغا معينا لأجل الاتصال بالهاتف للتواصل. فهذه الوسائل الآن قربت هذه الأمور، وأصبح الإنسان يتواصل مع ذويه ومع أصدقائه وبل مع العالم كله بضغطة زر، يضغط على هذا الزر يتواصل مع هذا. فالمقصود من هذا الكلام هو أن يقرب المجتمعات بعضها ببعض، طيب بغض النظر عن الهدف الأساسي. أعطينا نبذة عن تويتر، نبذة عن كذا، أعطينا نبذة عنها. طبعا ما هي مجموعة تطبيقات، كل تطبيق منها له طريقته في التواصل. نبدأ بالفيسبوك. الفيسبوك يعنى بالمطولات وبالصور وبالأشياء الطويلة وبالأشياء التي فيها إسهاب، من خلالها يستطيع أن يتواصل الإنسان مع العالم كله بنشر مقال معين أو بنشر قصة معينة أو ما شابه ذلك. والفيسبوك أنشأوا لنا ما يسمى بالماسنجر، فيه وسيلة للكتابة تكتب للشخص ويراها في نفس الوقت، أو وسيلة للاتصال المسموع، وأيضا وسيلة للاتصال المرئي، وكل هذا موجود في الفيسبوك عن طريق ماسنجر المرئي. ماسنجر هذا يعني يؤدي يعني تستطيع أن تسمع وترى الشخص الذي تتصل به من خلال تطبيق مصاحب للفيسبوك يسمى الماسنجر. صوت وصورة. أي صوت وصورة. عندك تويتر يعنى بمختصرات الكلام، لذلك تجد في تويتر أن عدد الحروف معدودة، يقول لك مثلا 150 حرف 200 حرف لا تتعداه. فالكلام الذي يكون في تويتر يكون مختصر، يعني يصب حول هدف معين. وتويتر طبعا الآن يعني أقرب ما يكون إلى التوتر، لأن الأشياء التي تنزل الآن حاليا في تويتر يعني غالبيتها صارت تسبب التوتر في المجتمعات. لذلك ما يسمى يعني في ما يسمى بالهاشتاج. الهاشتاج هذا هو موضوع معين يعرض على الناس بحيث أنهم يعطون فيه آراءهم. يقول لك وصل إلى ترند. وما يعني معنى ترند؟ الترند يعني المليونية، يعني يوصل بالأعداد الهائلة. يعني التغريدة الواحدة أو الموضوع الواحد، أو يقصد بها هدف معين، موضوع معين، بحيث أن الناس يشاركون فيه من كافة الأطياف ومن كافة المجتمعات. عندنا ما يسمى بإنستغرام. انستغرام غالبا يعنى بالصور، فيديوهات متحركة وثابتة، يعنى أكثر شيء يعنى بهذا، يعني سواء كان على الهواء مباشرة أو مجرد يعني فيديوهات صورتها تجعلها في هذا المكان وتظل موجودة في حسابك يعني مستمرة إلا إذا حذفتها. وأيضا انستغرام فيه إمكانية التواصل أيضا هو كذلك. عندنا إمكانية التواصل كيف يعني؟ ممكن فيه اتصال. نعم. والانستغرام على فكرة تابع للفيسبوك أيضا الفيسبوك. نعم. ولذلك تستطيع أن تربط ما تجعله في انستغرام، تستطيع يعني عندك أيقونة إذا ضغطت عليها بإمكان هذا المشاركة تنزل أيضا في نفس الوقت فين؟ في الفيسبوك. وهذا أيضا إيش من بدل من أن تذهب هنا وهنا، قال لك ضغطة زر هنا وهناك. يا سلام. وهكذا. في طبعا هناك ما يسمى بسناب شات. السناب شات غالب من يستخدمه الشباب. طبعا أنا وإنت يا شيخ برهان شباب. لأن السناب شات يعنى باللحظات، يعني تسجل لحظاتك. أنت الآن في الاستوديو تقول أنا الآن في الاستوديو مع فضيلة الشيخ برهان ونحن نتحدث وكذا، وهذا المقطع غالبا يأخذ 24 ساعة ثم يحذف وهكذا، زي الحالة في الواتساب. نعم. نفس السناب شات أيضا فيه وسيلة للاتصال المسموع والاتصال المرئي كذلك. يعني معظم التطبيقات الآن صارت تعنى بهذا الموضوع حتى تستقطب أكبر عدد من المستخدمين. عندنا الأشهر في ذلك كله ما يسمى بالواتساب.
الواتساب طبعا يعني هو يعني جماهيري، لا أكاد يعني أكاد أقول لا يوجد منطقة في العالم لا يوجد فيها هذا التطبيق الذي سبحان الله رغم وجود مثيلات للواتساب، إلا أن الواتساب ما أدري سبحان الله ما كتب أعرف. الله له أي القبول. كتب الله له القبول، المشتركين بالمليارات. نعم. فلذلك أيضا الواتساب في التطويرات الأخيرة جعلوا هناك اتصال مسموع مرئي واتصال مسموع وحالات أيضا. وهناك حالات يعني تجعلها في حالاتك حتى يعني يرى الناس ما أنت تفكر فيه أو ما أنت زي ما تقول تمارسه أو ما شابه ذلك، وهذا أيضا له فترة 24 ساعة ثم يحذف. هناك الإيمو وهناك الدو، هذه مختصة أيضا. لا، حدثنا عن التليجرام. التليجرام هو مثل الواتساب ولكنه بميزات أعلى. من أقوى مميزات الانستغرام قصدي التليجرام أن عدد في المجموعات، أنه عندك في الواتساب تستطيع أن تجعل مجموعات يصل إلى 250 فحسب. الواتساب المجموعة الواحدة في الواتساب. وفي التليجرام ما تستطيع. أما التليجرام بالآلاف، 1000 2000 3000 لا يحتوي. أضف إلى ذلك إلى 5000 يبدو لي. نعم. التليجرام أضف إلى ذلك من مميزات التليجرام أنك إذا أردت أن تجعل مقطع أيا كان حجمه تجعله يقبل ولا ينزل عندك في الجهاز، ينزل عندهم، أي يكون عندهم أو كأنه عندهم سيرفر ينزل عندهم. فبالتالي هذه أيضا ميزة. من خلال التليجرام هناك إمكانية يعني دروس مباشرة في له نسيت تطبيق مصاحب للتليجرام. من خلال هذا التطبيق تستطيع أيضا أن تلقي دروس للجماهير كما هو في الذي استحدث قريبا. هو لم يستحدث ولكنه شهر قريبا بسبب الأوضاع في كورونا اللي هو الزوم. هناك في التليجرام يعني في ميزة قريبة من هذه ما شاء الله. أيضا الزوم يدخل في يعني من ضمن وسائل التواصل، لكنه مختص بالتواصل لأجل يعني اجتماعات الدروس. نعم. وأنت تعرف أنه في خلال الفترة هذه استفاد يعني كثير من العلماء من خلال الزوم، هذا فائدة عظيمة ولا يزالون. قديما يعني يأتي الشيخ في مكان ما يأتيه يعني عدد معين يستفيدون، ولكن الآن من خلال هذه الوسيلة أصبح الملايين يعني ملايين من البشر يستفيدون من خلال الدخول على هذا الموقع المميز. هذا ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام، بيان جميل وواضح. طبعا هناك الإيمو وهناك الدو، كل هذه غالبيتها هي للتواصل اللي هو اتصالات، ليست مثل هذه التي ذكرنا. هذه للتواصل فقط، يعني تريد أن تتصل على الشخص سواء بمسموع أو مرئي من خلال هذه. دو أنا أرى أنه من أقوى الوسائل في الاتصالات المرئية بالذات، ولذلك الآن شركة جوجل يعني سخرت لنا هذا البرنامج الرائع حقيقة في التواصل، أفضل من الواتساب وأفضل من الإيمو. لكن سبحان الله كل تطبيق له جماهيره. بعض الناس لا يستريح إلا إذا اتصل عن طريق الإيمو، وبعض الناس من خلال الدو وغيره، والله المستعان. طيب، برأيك ما هي أقوى الوسائل التي ذكرتها الآن، أقواها وأشهرها وأفيدها لمجتمعنا الإريتري؟ هي يعني تختلف يعني من يعني على حسب الاستخدام. يعني بالنسبة للتواصل الاعتيادي الواتساب طاغي وهو الأقرب لنفوس الناس. جميل. والتليجرام كما قلت لك للمجموعات أفيد بالذات. يعني أنا ما ذكرت إلا يعني النزر اليسير بالنسبة للتليجرام. التليجرام فيه مميزات عالية جدا، لكن سبحان الله الناس متجهين الواتساب. ولذلك لما شركة واتساب لما قررت أن تجعل هناك قيود معينة، كثير من الناس بدأوا يفتحون في التليجرام. صحيح. بسبب هذا الوضع، وأصبح الآن هو المنافس للواتساب. طبعا هي قضية احترام الخصوصية، لأنه يعني كادوا أن يخترقوا احترام الخصوصية بالنسبة للمستخدم. فبالتالي
التليجرام بدأوا ينشرون أننا نحترم الخصوصية للمستخدم بكافة أنواع الاستخدامات. طيب شيخ محمد، احنا قضيتنا طبعا قضية إريترية، وما يتعلق بهذا الموضوع يهمنا مدى تأثيره على شعبنا الإريتري. طبعا لا يوجد في داخل إريتريا هذه التطبيقات، لا توجد. ربما يكون واتساب موجود على استحياء، لكن بقية هذه الأمور قولا واحدا هي غير موجودة ولا تستخدم في داخل إريتريا. وبالتالي يعني مع الأسف كثير من شعبنا الإريتري محروم من الاستفادة من هذه الأمور، وإن كان هي كما تفضلت سلاح ذو حدين. طيب، نريد أن نأخذ جولة سريعة في أشهر المستخدمين لهذه الوسائل من الإريتريين، أشهرهم. طبعا ما تحدثنا نحن عن اليوتيوب، الآن أنت قلت الفيسبوك مثلا. الفيسبوك معظم الإريتريين متواجدين في هذا التطبيق. نعم صحيح. التويتر أين في أي مربع يتواجد هو؟ الانستغرام، السناب شات، الواتساب طبعا طاغي حتى في غرف العجائز وبين النساء وفي الجروبات ويتحدثون عنه كثيرا كذا. حدثنا عن هذا من أشهر الناس في هذه المواقع. طبعا بطبيعة الحال الإريتريون ممكن أن نقسمهم إلى قسمين. الإريتريون المتواجدون في أوروبا وأمريكا وكندا، هؤلاء متواجدون بقوة في الفيسبوك، بقوة. الإريتريون في الغرب، نعم، هؤلاء يعني تجد تواجدهم في الفيسبوك بشكل قوي جدا، ومعظم النقاشات ومعظم المناظرات والحوارات تجدها في الفيسبوك. جميل. وتويتر ليس لهم فيه كثير، يعني قليل، ما أعتقد حتى عندهم اهتمام بتويتر. في الخليج يوجد من الإريتريين من يتعامل بتويتر، ومن أشهرهم أخونا وحبيبنا الشيخ توفيق. تحية عطرة للشيخ توفيق الصايغ. الشيخ توفيق الصايغ نحييك يا شيخنا. من مشاهير التويتر، وهو من المستخدمين المحترفين لتويتر ما شاء الله. وإن كان له أيضا إسهامات قوية جدا في الفيسبوك، ولكن الناس بدأوا يميلون إلى الكلمات القصيرة المختصرة، وكلمات حبيبنا أبو أنس كلمات صراحة يعني تلامس شغاف القلوب، لذلك تجد أنه يركز عليه أكثر من غيره. في الفيسبوك يوجد يعني عندنا أعتقد أيضا حجي إبراهيم له، حجي جابر عفوا. اي حجي جابر اكيد. حجي جابر له ايضا. اي حجي جابر بحكم انه رجل اعلامي ورجل اديب، ستجد له تواجد في معظم وسائل التواصل الاجتماعي. والاستاذ عثمان اي فرح. استاذ عثمان اي فرح طبعا هو من خلال منبر الجزيرة، هو لامع، لكن انا اقصد هل له اسهامات في توجيه الشعب الإريتري من خلال تويتر؟ والله لا ادري حقيقة يعني. أنا أتوقع أنه لديه، بس إحنا مقصرين. أنا لا حقيقة أنا تويتر يعني كان عندي حسابات، ولكني أنا أجزم أن هؤلاء القادة والعمالقة لهم توجيهات حقيقة للشعب الإريتري من خلال هذا التطبيق الرائع التويتر. لا معذرة يا أبو عبد الرحمن، في تويتر توجه الشعب الإريتري لن تجد من يتابعك من الإريتريين إلا أقل القليل، وهؤلاء أصلا تجدهم إيش من النخبة المثقفة المتعلمة. لكن في الفيس نعم يوجد من الإريتريين الأفاضل اللي عندهم إسهامات وتوجيهات على مستوى عالي جدا. الشيخ عبد العليم إدريس أسأل الله أن يوفقه، له إسهامات قوية جدا. الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد تحية عطلة أبو الرشيد، جزاه الله خير. تحية عطلة من هذا المنبر، نحييك جزاك الله خير، لك إسهامات رائعة في الفيسبوك ويتابعه أكثر من 20,000 نسمة. نعم. تحية عطرة شيخ أبو الرشيد. يوجد بعض الأخوات الفاضلات لهن وإن كان ليس في الجانب الشرعي ولكن في الجانب الاقتصادي، أنا أتابع بعضهن وإن كنت أنسى الأسماء، فضليات حقيقة يعني متمكنات في الجوانب الاقتصادية، يطرحون أطروحات اقتصادية في الفيس.
في الفيس. لذلك المجال إذا أردت أن توجه الإريتريين عليك بالفيسبوك. كثير من اللي في الخليج الآن استغنوا عن الفيسبوك، لكن التمسك بالفيسبوك بالنسبة لنا نحن لأنه يوجد فيه عدد مهول من الإريتريين في هذه الوسيلة. أنا أعتقد أنها وسيلة يعني رائعة للتوجيه والإرشاد. جميل. نقطة مهمة جدا، شعبنا الإريتري في الداخل أنا أستطيع أن أقول هو في معزل عن العالم. خلي بالك أي رقعة في هذه الدنيا لا يوجد فيها وسائل التواصل الاجتماعي، اعلم أنها معزولة عن العالم، يعتبر قطر معزول تماما عن العالم. لأن العالم الآن لو جعلناها شبكات ستجد أن الشبكات هذه متواصلة مع بعضها، مترابطة مع بعضها، وكأنه قرية واحدة. أيوة. وأما إريتريا فيؤسفني أن أقول لك هي في معزل، ربما أحيانا يصلها شبكة واحدة تخرج منها شبكة وعلى ضعف مثل خيط العنكبوت. لذلك الإيمو هو أشهر ما يمكن أن يتواصل به الإريتريون، وعلى استحياء وبالقوة يذهبون إلى الكافيهات وبالكاد تسمع، وفي الواتساب ترسل رسالة اليوم ممكن يسمعها أو يسمع الرسالة هذه صاحبك يسمعها بعد أسبوع. اليوتيوب من أشهر الإريتريين استخداما له؟ أنت. الله يجزاك. استغفر الله العظيم. لا في إخوة أفاضل. اليوتيوب أيضا على مستوى الإريتريين كاهتمام ليس لهم اهتمام كبير باليوتيوب، لكن يوجد من الإريتريين من هو معتني بأمور يطرحها في شو اسمه، وإن كان المستفيد قد لا يكون إيش؟ قد لا يكون الشعب الإريتري، ولكن في فوائد الحمد لله. لا، لكن أنا أقصد يعني الرسالة التي توجه من خلال هذه الوسائل ويستفيد منها شعبنا الإريتري. أنت قلت أن معظم الإريتريون موجودون في الفيسبوك، تمام. نعم. اليوتيوب أيضا هناك قنوات رائعة. في قناة اسمها الفانوس يلقيها أحد الإخوة. أيوة كأني رأيتها. أيوة، رجل معتدل. ويوجد حياة فاميلي أيضا. أيوة. تحية لأبو عبد العزيز وأم عبد العزيز. أيوة. كل يوم جمعة الآن أتوقع أنهم يعني يكونوا في حياة فاميلي. هذا الآن هذا يعني هذه القناة قناة مؤثرة. قناة مؤثرة. حياة فاميلي. حدثنا عنهم. هم يعني زوج وزوجته يعني عندهم هدف اجتماعي للإريتريين، فهم يعني جلسة قهوة الإريترية المعروفة بالبن وبالعطان وبالعنبابة، وبدل الغيبة والنميمة. أيوة، يجلسون يتحدثون في موضوعات معينة مفيدة للشعب، مفيدة للناس، تحية عطرة. يعني تحية عطرة. نعم. كنترول أتمنى أن ترسلوا هدية خاصة أبو عبد العزيز وأم عبد العزيز على هذا الإنجاز الرائع والمبادرة الطيبة منهم في توجيه شعبنا الإريتري. أتمنى أن ترسلوا. دكتور نعم. حذيفة، أرجو أن تسمع هذا الكلام، جزاك الله خير. وأسرتهم الكريمة وأطفالهم يعني هم يعيشون حياة أسرية متكاملة، بس أنهم ينقلونها عبر هذه الوسيلة، ولهم متابعين ولهم جمهور. وحقيقة في رمضان الماضي كان لهم إسهام قوي في مسابقة قرآنية رائعة جدا لكافة أبناء المسلمين سواء كانوا إريتريين أو غير إريتريين حول العالم. من أين يبثون؟ من هولندا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حينما يعني تجد يعني من المغتربين من لديه إسهامات طيبة في نفسه وفي مجتمعه، الحقيقة الإنسان يفرح. نسأل الله أن يثبتهما وأن يوفقهما وأن يزيد من أمثالهما. وهذه الحلقات حقيقة لو بثت، يعني هو يبثها في اليوتيوب ولكن عنده حساب في الفيس، مجرد ما تنزل الحلقة في الفيس تجد التفاعل من الإريتريين. أنا أتمنى من الكنترول أن يعملوا معهم لقاء خاص حقيقة، يعني من أوجد من أفضل المواقع اللي سمعت عنها أم عبد العزيز وأبو عبد العزيز. باشكا يعني مزيدا من آخر، باشكا باللغة التركية. والله حقيقة أنا لا أعرف في الإريتريين يعني من عنده قنوات في اليوتيوب. الشيخ جمال سعيد. جمال ما شاء الله أبو ريان الآن بدأ ما شاء الله، يعني بدأ يعني هو عنده قناته. أنت عارف أبو ريان تحية عطرة من هنا، نرسل لك تحية عطرة أبو ريان. قناة أبو ريان هي قناة مفيدة لأنه يحكي الواقع الذي كان يعيشه في المملكة العربية السعودية مع المشايخ ومع الفضلاء، مع فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين وغيره. يعني الحياة التي عشناها مع حقيقة تشعر أنك معهم، وهذا شيء جميل رائع.
بس نحن نتمنى على أخينا أبي ريان أنه يواصل، ما بهذا يقف عند المجال هذا الحد. إن نعم، شاء الله. لأن النصائح التي يلقيها حقيقة نصائح ذهبية ورائعة، ونتمنى أن يكون له مثيل باللغة التقنية، ولعلك تكون أنت يا فضيلة الشيخ. الله المستعان، الله يعفو عنا يا شيخنا، فيك الخير والبركة. الله يحييك. طيب أنا عندي ما قناة. معنا أين الشيخ عبد العزيز؟ في أي مربع الشيخ عبد العزيز عطا؟ تحية أبو عبد الله. شيخنا الشيخ عبد العزيز تحية والله، يعني مشتاقين. قوي قوي قوي. هذا الشيخ المبارك يعني نتمنى أن يفعل الإمكانيات الرائعة التي عنده. اي والله. يعني يبث في الفيس وفي اليوتيوب، مهم جدا حقيقة. مثل أبو عبد الله لا ينبغي أن يكونوا في الزوايا. صحيح، لأنه ومن رجل حفظ مفيد. كتاب الله نعم. ورزقه الله نعم. عز وجل سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله أيضا عليه وسلم. نذكر ها هنا الدكتور بيان صالح بيان، هذا الرجل العلامة الذي لم تستفد منه الأمة الإريترية كما ينبغي. تحية عطرة لأبو وائل، تحية عطرة جدا. صحيح. لدى الشيخ بيان تفسير للقرآن الكريم من أجمل التفاسير التي فسرها ما شاء الله. باللغة التجرينية، وكان المفترض أن يكون لهذا التفسير مكانة خاصة وينزل في مواقع يعني التواصل الاجتماعي حتى يستفيد منه الشعب الإريتري. تحية عطرة لحبيبنا الدكتور بيان. وأيضا حتى عندنا أخونا العجيب حقيقة، أنا أقول أخونا الشيخ صالح سعيد. ما شاء الله. الشيخ صالح سعيد يعني دروسه التي يلقيها يعني دروس ممنهجة تأصيلية، هي في قناة أفريقيا، وأيضا في اليوتيوب عبر أظن دعوة الجاليات في وإن ننسى فلا ننسى أبو عبد العزيز، أبو هالة، أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن، نعم. محمد عبده هو الإعلامي اللامع حقيقة. نعم. في قناة أفريقيا، وأيضا اسهم. شوف دور أبو عبد الرحمن في الفيسبوك أقوى بكثير من دوره في اليوتيوب. لذلك المقاطع التي تنزل في الفيسبوك لها يعني مردود قوي جدا. تحية عطرة. نعم. تحية عطرة يا شيخ محمد. والله تحية يا مرحبا مرحبا. طيب حقيقة هذه مائدة عظيمة يعني من الإريتريين وكذا، وكنا نتمنى أن يكون للبروف جلال أيضا أن يكون للبروف جلال يعني سهامات. والدكتور حسن سلمان. الدكتور حسن سلمان طبعا من المشاهير يعني. أي قناة لابد يكون له قناة. لديه موقع طيب في الفيسبوك وعشرات الآلاف يتابعونه. ممتاز. تابعونه. وأيضا شخصكم الكريم لديكم موقع أنا عندي قناة في اليوتيوب، حقيقة المشاركين فيها قلة، فأنا لفت نظر الناس قلت لهم يا جماعة دخولكم على القناة ترى تشجيع للدروس العلمية باللغة التقنية. لكن لكم موقع في الفيسبوك ولا لا؟ فيسبوك نعم طبعا. ولكم حساب؟ عندي حساب. أنا ما أميل لهذه الوسائل أبدا. لا بأس لا بأس. سبحان الله، ما لي فيها أي جزمة. تبارك الذي يعني يشرح الصدور. على كل حال الآن سننتقل إلى نقطة مهمة، أن هذه وسائل التواصل الاجتماعي كما أنها مفيدة للشعب وتوجه والناس استفادوا منها، ولا يزال هناك في قصور كبير من شعبنا الإريتري. يعني مثلا أنا أقول أين الدكاترة؟ أين الطبيبات الإريتريات والأطباء الإريتريون؟ أين المدرسين والمدرسات للرياضيات وكذا؟ أين الذين يدرسون اللغة التجرينية؟ نحن وإن كنا قد عشنا خارج إريتريا بأمس الحاجة أن نتعرف على لغتنا، لغة تجرينية نطقنا بها حقيقة بصعوبة، خرجنا ونحن أطفال. هناك ينبغي أن تكون هناك دروس حول اليوتيوب من أجل تثقيف هذا الشعب، وأتوقع ثمة هناك، ولكن تحتاج هذه الدروس إلى نشر وتوعية. هذا جانب. الجانب الآخر الذي هو الجانب المظلم نحب أن نتحدث عنه الدكتور. قبل أن ننتقل إلى هذا الجانب، كان هناك قبل فترة قناة في اليوتيوب، ما أدري حقت الأخ سليمان أحمد موسى. مفاهيم إريترية. والله نعتب على الإخوة. كان في قمة الروعة والجمال. نعتب عليهم. إخوة وأخوات كانوا يلقون أشياء مرتبة ومنظمة يعني رائعة جدا جدا. ما أدري ما الذي حدث، وقف. لكن مثل هذا لابد أن يدعم ويستمر، لأنه مفيد جدا حقيقة للإريتريين. والله مع الأسف الشيخ سليمان
كان له دور كبير في هذا المجال. شغل الشيخ سليمان، يعني شغل جدا إن شاء الله الله شغل المستعان. بطاعته. الإخوة والأخوات الذين كانوا معه كنت أتابعهم وأستفيد من طرحهم وأتعجب أيضا في مستوى يعني إريتريا إذا كانت تمتلك يعني هؤلاء الكوادر صحيح. رجال ونساء، معناته نحن حقيقة والله يعني سنعود إلى بلادنا بإذن الله ونغير الوضع بحول الله وقوته. هذا مبشر يعني ومؤشر كبير إن شاء الله. شيخ محمد. هذه وسائل التواصل الاجتماعي نجد مثلا من الأشياء الخطيرة أن كثير من الأخوات يتصلن عبر وسائل هذه التواصل الاجتماعي في كامل زينتها، بالفيديو تتواصل مع قريباتها وربما تتواصل مع محارمها وزوجها أخوها أخيها، فباعتبار أن هذا أمر خاص وأن هذه أمور خاصة، ما قولكم في هذا؟ قبل أن ندخل في العمق لا بد أن نشير أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، لها حد نستفيد منه جدا ولها حد يمكن أن يدمر جدا. لا بد أن نفهم هذا المفهوم العام. ثم بعد ذلك أنا أريد أن ألفت إلى أمر في غاية الأهمية. لما يقولون وسائل التواصل الاجتماعي المقصود به وكأنك تلتقي بالناس حضورا، يعني إذا أضفنا إليه الفيديو الآن، قديما حتى حينما تتصل بالتليفون يعني ما تدري إيش وضع هذا الإنسان، لك سنين لم تره، لكن الآن أمامك، يتحدث أمامك بأي شكل كان. لذلك هنا يأتي مقام التفصيل في هذا الموضوع. ينبغي للمرأة التي تخرج في وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي أن تكون وكأنها أمام الناس. كيف ستفعلين؟ ستتحجبين، ستستترين، وكذلك حينما تكونين أمام هذه الوسائل، حتى لو كانت في غرفة خاصة مع زوجها. حتى هي القضية ليست أنا أتكلم مع مين تتواصل، من الذي تتواصل معه. الآن يا شيخ محمد حينما تتواصل مع الجماهير هناك معظم الأخوات متقيات لله نحسبهن ونحاسبهن، وقليل من حقيقة تكون سافرة متبرجة، قليل. وحتى هؤلاء النساء القلة أيضا يخرجن على استحياء ولا يتجرأن في الخروج أمام المجالس الطيبة. لكن أنا أتحدث عن المرأة التي تأخذ راحتها في اجتماعات الزوم وتقول لك نحن اجتمعنا مع الأخوات، تأخذ راحتها في التواصل. إذا نحن على شقين يا أبو عبد الرحمن، نحن على شقين. هناك اتصال خاص، فلانة تتصل بفلانة، فلانة تتصل بفلان أخوها زوجها أو ما شابه ذلك، لا حرج. طبعا هنا لا إشكال طالما هو من المحارم. لكن هنا يا شيخ محمد الوسائل هذه ما تسجل الفيديوهات. ممكن ها ممكن الحقيقة هم يسجلون، لكن قد ايش حيسجلوا؟ مليارات الاتصالات هي وحيميزوا قد ايه. يا ابو عبد الرحمن هي قضية اختراقات. يعني انا الان طبعا هنا في العالم مثل ما هناك مخربين يجوا يخربون بيوت يسرقون، هناك ايضا في التقنية من هم يخترقون عليك. يسمونه ايش؟ يسمونهم الهكر. من اي لفظ مستخدم هذا الشيء؟ لا ادري والله. لماذا هكر؟ تهكير يقول لك هكره من أين؟ أتوقع أنها كلمة أجنبية والله. لعل مشاهدينا الكرام تفيدونا في التعليقات عبر الفيسبوك أو هذا. نعود أيضا للتواصل الاجتماعي، أفيدونا. نعم. ما الأصل في كلمة هكر؟ نعم. ومن هم الهكر ومن قياداتهم؟ ليتكم تفيدونا بالتقرير. لذلك يعني أجد بعض الأخوات تحرص على أنها ما تفتح فيديو نهائيا، وفي الكمبيوتر تحرص على أن تغطي الكاميرا. نعم. لماذا؟ نعم. لأنه في اختراقات حقيقة. وجدت صراحة هذا على أجهزة بناتي، أشوف ما شاء الله واضعين كاميرا يعني على الكاميرات لصق. لماذا هذا بناتي يقولون خشية الاختراق يا بابا؟ نعم يوجد اختراق، لكن طبعا هذا الاختراق قد لا يحصل في 100 إلا يمكن نصف. ممكن يحصل نصف، ممكن، لكن احتياطا بالنسبة للمرأة بالذات لأنه وضع حساس لابد تكون على هذا الأمر. تكون على حذر. نعم تكون على حذر. ولذلك بعض الأخوات يا أبو عبد الرحمن لما تتكلم مع أخواتها كده بالفيديو، أنا أشوف أنا عندي في البيت يتغطون
أقول لها لماذا؟ قالت يمكن في اختراق على الأقل نكون إيش؟ أنعم وأكرم مثل هؤلاء الأخوات وهكذا. الفاضلات. فبالتالي طيب أنا مرة قرأت في الجريدة قديما أيام قبل أن تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي أن رجلا قتل زوجته أمام أطفالها، والقصة صحيحة، لأنها تواصلت مع بعض الشباب عبر الفيسبوك، تعرفت عليهم وتواصلت وأصرت على أنها علاقة عادية جدا، وبدل أن تعتذر منه أغضبته فقتلها خنقا أمام أطفالها. لا حول ولا قوة. أي والله. فما هو تحذيركم للأخوات في استخدام مثل هذا يا جماعة، هي العلاقة الإلكترونية هي مثل العلاقة الاعتيادية. كما أنك تحذرين من التواصل مع الناس في الحضور، أيضا في وسائل، لأن هذه الوسائل هي عبارة عن تقريب لهذه العلاقة. فبالتالي ينبغي أن تكون المرأة حذرة. يعني الإضافات التي تحصل بكثرة، كل من هب ودب تضيفه في حسابها وما شابه ذلك، ثم ينتج عن ذلك علاقات ربما تكون علاقات محرمة. وكثير من القضايا التي حصلت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. تدخل وأحيانا من باب الفضول، وفلان أريد أن أسألك، أريد أن أكلمك، وإلى الشيطان يبدأ يسحب في الطريق إلى أن يوقعها في المحظور. على أقل تقدير، حتى لو ما وصلت لهذه الدرجة، إلا أنه كونها تقيم علاقة، ولو كانت مجرد علاقة إعجاب أو كاستلطاف وما يسمونه كذلك، لا هذا من خطوات الشيطان. من خطوات الشيطان. والله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. إنه لكم عدو مبين. طيب الحقيقة انتهت الحلقة وما شبعنا منكم شيخ محمد. هي بدأت حتى تنتهي. والله انتهت. وما شبعنا أيضا المشاهدين الأكارم، ولم نأخذ من الموضوع حقه. وحقيقة الموضوع ذو فجون. هناك مواقع كثيرة إلكترية أهملناها، وهناك جهود. من هذا المنبر أحيي كل جهد مقدم مفيد لشعبنا الإريتري، أسأل الله تعالى أن يبارك في ذلك الجهد. وكل موقع غير مفيد أسأل الله أن يتوب على صاحبه، وأن يعود. هناك أيضا مواقع سياسية تدمر الشعب، وهناك مواقع سياسية أيضا مفيدة للشعب. أحيي كل هؤلاء وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. بالمناسبة هذه الأمور سبحان الله لم تتيسر للأنبياء كما تيسرت لبني آدم في هذا العصر، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا في استخدامها لما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن تكون حجة لنا لا علينا. مشاهدينا الأكارم، باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد عبد الله، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأكارم، كما أشكر الإخوة في الكنترول، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حتى ألقاكم إلى ذلك الحين. أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل